النهارده عامله لكم ريفيو عن ارخص ايس كريم في مصر. يلا بينا. هنبدا بالستيك او الايس كريم العصايه زي ما معروف يعني. ارخص ايس كريم في مصر ب2 جنيه. اسعار رمزيه من شركه دولسي بتعمل كوكاكولا. تعالوا نجربه مع بعض. يلا. ده في انتعاش. هو حاساه تلج كده، تلج وحاطين فيه طعم الكوكا كولا. ده لما تكون ايه كده عايز تحس بانتعاش. ده جميل قوي قوي يعني بصراحه انا بحبه اصلا، وده ذكريات طفوله. ده اللي احنا اتربينا عليه اصلا من دولسي، من شركه دولسي. في كمان بطعم الاناناس من دولسي برضه، شركه دولسي. تعالوا نجربهم مع بعض. معظم الحاجه دلوقتي ساحت عشان احنا مطلعينهم بره الفريزر. اوه، ده صناعي قوي، صناعي قوي. وجعلي اسناني. صناعي، طعمه صناعي جدا. في كمان من دولسي بالفانيليا، بالفانيليا والشوكليت. تعالوا نجربهم مع بعض. انا اصلا نسيت اوريكم من السنه مفتاحه من تحت فين الستيك. اصلا هو من جوه بيبقى شكله كده. ده سايح ضايع خالص، بس هو بيبقى شكله مضلع يعني كده. ده من بره شوكليت، ومن جوه الوفر بتاعها ناعم قوي وفانيليا. ده حلو قوي، طعمه جميل ورخيص جدا ب2 جنيه ببلاش. في ده كمان من فرايداي، فتحتها دلوقتي. تعالوا بقى نفتحها مع بعض نبص شكلها من جوه. واو واو. قلنا ان دي من شركة فرايداي. بصوا فيها كذا لون. تعالوا نشوف بقى هي كذا طعم فعلا ولا لون بس. بسم الله. طعمها حلو. حاسه طعمها مانجا وفراوله وفانيليا، وفي طعم كمان بس مش عارفه اجمعه. الكيوي تقريبا. عشان الاخضر ده. بصوا كمان ده من دولسي 3 جنيه. ده شوكليت ومن بره والوبر من جوه شوكليت برضو. تعالوا نجرب بصوص الشوكليت برضو، كاتبين عليه اسطوره. تعالوا نشوف شكله من جوه عامل ازاي. مش راضي يتفتح. حد يفتحهولي. خلاص فتحته. ده شكله كده من جوه. اوكي. جمدان. ده جمدان، طعمه تحفه. شوكليت من جوه الويفر، وكمان في شوكليت سايح من جوه. لذيذ قوي ده. ده انا ارشح بيه جدا للي بيحب الشوكليت بس. بصوا كمان ده سكويز من نسلي او نسلة. ده بطعم التوت. تعالوا نجربه مع بعض. بصوا كمان شكله سايح، كل الايس كريم سايح. هو ده كان مضلع عامة. تعالوا نجربه. بسم الله. ايه ده؟ هو طعمه توت. التوت ده كأنه طبيعي كده، مش مدي على صناعي خالص. فده طعمه حلو قوي، وكمان يفرش كده هوت يعمل انتعاش للواحد. فرشح بيه ب2 جنيه او ب3 تقريبا، وحلو. انا ارشح بده. اوكي.
في كمان ده مكتوب عليه فيفا ايس كريم. ده بالشوكليت. هنشوف شكلها يبقى كده فعلا من جوه ولا ايه. تحفه كشكل كده، تحفه. وكمان الستيك بتاعتها، العصايه بتاعتها يعني مش شبه العصيان الخشب. وبلاستيك، ملمسها كمان بلاستيك. تعال نجربها مع بعض. بسم الله. من بره حلوه، بس لما ساحت في بقي كده كأن جواها قهوه، طعم القهوه كده. هي من جواها بصوا عاملين ازاي كده. يعني ده كمان سعره 3 جنيه 2 جنيه برضو في نفس الرينج ده، عشان جايبه كميات مش فاكره قوي. بس يعني اغلى حاجه انا جايباها في كل ده 8 جنيه. انا جايبه اسعار رمزيه جدا، اللي هو ممكن تكون ماشي في الشارع مثلا حران راجع من الشغل مثلا، من دروس كورسات، ومثلا معاك فكه تروح تجيب ب2 جنيه ب3 جنيه، فببلاش يعني. حاجات اسعار رمزيه جدا. تعالوا يلا بقى نجرب دول كمان. الايس كريم الستيك اللي كان بالمانجا ده كان سعره 4 جنيه، وكمان اللي كان عليه رسمة الجمجمة بس صح خالص، مش هينفع ان انا اصلا يعني افتحه قدامكم. فبصوا ده برضو، ده بالتشيز كيك فراولة، تحفة جدا. سعره 8 جنيه بس. تعالوا نجربه مع بعض. يعني تشوفوا حجمه اصلا كأنه 30 جنيه. بصوا ده شكله من جوه طبعا ايه، ساح واتجمد. تعالوا نجربه مع بعض. بسم الله. حلو قوي، في طعم الكريمه والفراوله، طعم حلو قوي. ده لذيذ قوي، وسعره رمزي جدا 8 جنيه او 7 جنيه، فحلو. تعال نجرب بقى مع بعض من برضو شركة فرايداي سنيكرز شوكليت. تعال نجربه مع بعض. ده سعره كان 6 جنيه. تعالوا بقى نشوف طعمه حلو فعلا زي سعره ولا لا. بسم الله. مم. مم. ده طعمه خطير، في مكسرات، في فانيليا، وفي شوكليت الووفر من جوه، لكن من بره مكسرات والشوكليت خطير خطير خطير، طعمه جامد. وسعره 7 جنيه او 8 جنيه يعني، تحفة بجد تحفة. من فرايداي. تعالوا برضو نجرب من شركة برضو فرايداي دبل شوكليت. تعالوا نجرب مع بعض. بصوا الرسمة من بره، سواء انا مش عارفة هي الكيسة كده اصلا ولا ده غلطة من الشركة. ده شكلها. تعالوا نجرب مع بعض. بسم الله. حلو قوي. الويفر من جوه شوكليت وحليب مش فانيليا، ومن بره فيه مكسرات زي ما انتم شايفين كده. ده من شركة فرايداي وكان سعره 6 جنيه بس. في كمان ده من جيرسي وايس كريم نباتي الدهن فانيليا وشوكليت، ومغطاه بالشوكليت البلجيكيه اللذيذه والمكسره. تعالوا نجربه مع بعض. واو واو واو، خطير. يعني ده بسعره 6 جنيه بس، ده ببلاش يعني. سعر رمزي جدا في متناول الجميع ان شاء الله يعني. ما شاء
شاء الله، يا رب يكون طعمه حلو زي سعره. بسم الله. مم. 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 الله، طعمه لا يوصف. مكسرات باينة جدا، والويفر من جوه شوكليت ناعم كده لذيذ، وساعات انتعاش كده، ومن بره الويفر من جوه شوكليت ناعم، ومن بره الشوكليت بتاعه طعمه كده لذيذ، فيه لذاذة، والمكسرات باينة جدا جدا، ودي اكتر حاجة انا بحبها بجد. تحفة تحفة تحفة. انا رشح ده جدا ب6 جنيه بس. تحفة. ده يمحي كل اللي فات، ده اي كلام، كل اللي فات ده خطير خطير خطير، ده خطير. تعالوا بقى نجرب مع بعض. ده برضو من شركة فرايداي، نسلة. نسلة فرايداي تبع بعض تقريبا يعني. ده فولكانو فانيليا. تعالوا ندوق الطعم ده. بصوا شكله من بره، شكله تحفة. بصوا من هنا، ده شكله خطير، وسعره 7 جنيه بس. نفتحه كده مع بعض. طبعا معظم الايس كريم ساح. تعالوا نجربه مع بعض. بسم الله. مم. مم. طعمه حلو، من الوفر من جوه فانيليا، ومن بره شوكليت، وفيه مكسرات برضو. طعمه حلو، المكسرات برضو ظاهرة فيه وكبيرة. حلو قوي، طعمه جميل. ده من فرايداي برضو، والفانيليا حلو قوي. ده من شركة دولسي، بفانيليا بصوص الشوكليت. تعالوا نجربه مع بعض. بصوا من جوه عامل ازاي كده. انا حاسه بطعم الشوكليت بس. مش حاسه بطعم الفانيليا نهائي نهائي. طعم الشوكليت بس، كأنه بالشوكليت. لا، ده لا، ده لا. علشان في طعم شوكليت بس، والفانيليا تحس ان هو شوكليت وفيه تلج، ما فيش طعم فانيليا اصلا فيه. تعالوا نجرب اللي بالشوكليت والحليب. ده برضو من دولسي برضو، يعني دولسي عامله ده، عامله منه ده ب5 جنيه، وده ب7 جنيه. تعالوا نجرب ده ونقارن بينهم، لان ده برضو شوكليت وحليب، بس ده جاي معاه عصايته خشب، ده كان عصايه بلاستيك. تعالوا بقى نجربه. ده برضو علبته احلى، دي علبته بلاستيك، يعني في فرق. تعالوا نجرب مع بعض. ده من جوه عامل نص حليب ونص شوكليت. تعالوا نجرب مع بعض. بسم الله. ده احلى من ده. ده الشوكليت فيه واضح، والحليب برضو واضح فيه. لو جينا قارنا من الاتنين دول، ده من شركة دولسي وده من شركة دولسي، ده سعره 5 جنيه، ده سعره 6 جنيه او 7 جنيه تقريبا. وده شوكليت بالفانيليا، وده برضو شوكليت بالفانيليا، بس ده الشوكليت والفانيليا فيه ظاهرين طعمهم وتحسوا طبيعي، اما ده الشوكليت بس اللي طالع فيه ظاهر فيه الفانيليا، فيه حاساه تلج، مش طعم فانيليا خالص، فرشح ده. الاتنين دول من شركة برضو فرايداي، بس في حجمين. في ده الحجم الصغير كان 6 جنيه، والحجم ده كان ب8 جنيه. برضو الاتنين دول من فرايداي. ده بطعم ايس كريم كيك مع صوص الكراميل. ده ايس كريم كيك مع صوص الكراميل. وده ايس كريم زبادي مع ميكس التوت. ده مع ميكس التوت.
زبادي مع ميكس التوت. تعالوا نجرب التوت. بصوا من جوه عامل كده. تعالوا نجربه مع بعض. ده من شركة فرايداي، سعره 8 جنيه. ده طعمه حلو قوي، بس التوت فيه حاسه فيه لسعة كده مزازه يعني كده خلينا زي الليمون كده لما تمز كده منه. والايس كريم الفانيليا بتاعته ناعمه قوي، ناعمه جدا كده يعني. بصراحه حلو قوي، بصراحه جميل جدا، حبيته. ده بسعره 8 جنيه. ده برضو من فرايداي. ده ايس كريم كيك مع صوص الكراميل. تعالوا نجربه مع بعض. ده اول طعم يعني ما دقتوش قبل كده، يعني مش موجود، مش منتشر في الايس كريم عامه. تعالوا نجربه مع بعض. سعره 6 جنيه. شكله كده من جوه. طعمه زي بسكوت ما بتيجي تعمله مع الشاي بلبن. طعمه مش حلو، ده لا، ما رشحوش. دلوقتي انا عملت بريك بس وشربت ميه وكده علشان اغير طعم الايس كريم كله ما يختلطش مع بعضه. وهديكوا بقى الحلقه اللي جايه دي فوق العظمه. انا اصلا في الفيديو ده جايبالكوا ارخص ايس كريم في مصر، يعني بيبتدي من 2 جنيه لاغلى حاجه 8 جنيه، وحاجات يعني احسن من الماركات كطعم وكسعر، وحتى الشكل الكيسه من بره. تعالوا نجرب بقى في الفقرة دي ايس كريم كونو او ايس كريم قرطاس. تعالوا بقى ايه، معايا كذا شركة وكذا طعم. ده بطعم اللوتس من جيرسي. تعالوا نجربه مع بعض. كمان من هنا كده جيرسي. ايس كريم نباتي بدهن فانيليا بطعم وقطع البسكويت. ما جابوش سيرة اللوتس خالص. صعب قوي في الفتح بتاعه. بصوا حاسه ان طعمه معطن، مش عارفه ده صلاحيته ولا ايه، بس لا ده مرشحوش خالص. 7 جنيه ومرشحوش خالص. والبسكوته بتاعته كمان طريه كده وناعمه، شكله ما اعرفش دي صلاحيه ده ولا سوء تخزين، بس مرشحوش خالص خالص. تعالوا نجربه مع بعض. ده شكله سعره 7 جنيه، بس ده تخزينه مش حلو خالص، ملزق في بعضه كده ومعجن، مش حلو. عنده بقى طعمه لا لا لا، ايه ده منظر. بسم الله. مالوش علاقة بالفستق اصلا، طعم شوكليت بس. ده بره جدا جدا يعني، سوء تخزين وكلام مكتوب بره غير اللي جوه، يعني كلام كاذب. بص اهو، مش فستق خالص ولا في اي حاجة ومتعان اصلا بطريقة مش لطيفة، ما ينفعش يتباع بيها، مش منظر يعني. رسمة الفستق اهو، ومكتوب اصلا فستق كمان.
كمان ماشي، ومن جوه ايه؟ شوكليت. ما شاء الله، ده بره جدا. تعالوا بقى نجرب ده مولوتوف. تعالوا بصوا شكله، تعالوا شبه الجلاكسي. والكيت كات برضو، الكيت كات عامله نفس الشكل كده، وحاطين حته كيت كات كده منه. ده شوكليت غرقانه في شوكليت. تعال نجرب. من جيرسي، من جيرسي. اوكي، يلا نجربه. ده اهو من جوه هنا كده. تعالوا بقى ندوق. ده كان سعره 8 جنيه. طبعا هو هنا نصه راح اصلا. ده جامد جمودة اخر جمدان. يا رب ده اي طعمه يطلع نفس شكله وسعره. بسم الله. مم. من فوق كأنك بتاكل كده كيكة بالشوكليت. مم. تحفة. مم. القرطاس بتاعه غامق شوية، طعمه لذيذ. 8 جنيه بس، حلو قوي. تعالوا ندوق البسكوتة بتاعته. هي شكلها غامق بس تعالوا نجربها. مم. البسكوتة كمان بطعم الشوكليت، خطير. ده تحفة جدا. هو ده حلو وكل حاجة ومية مية، بس البسكوت بتاع الكونو بتاعه مش بيقرمش، ناعم كده طري، كأنه سحو التلج كذا مرة كده. مش عارفة بس ناعم قوي يعني. هو شكله شايفين بيتهز ازاي يعني. هو اصلا حلاوة الكونو ان هو يقرمش كده، يبقى لذيذ كده. بس هو ده حتى وهو البسكوت بتاعه ناعم برضو، مية مية. نجرب ده من فرايداي، مكتوب فولكانو. بصوا من هنا كده شبه كيت كات يعني. وشكله كبير جدا على فكرة، في الحقيقة اصلا قرطاس كبير يعني، كنز كبير. هو شكله يعني صارف ومكلف بصراحة. فولكانو فانيليا وشوكليت. تعالوا ندوقه يلا. بسعره 8 جنيه، ببلاش. شبه كيت كات بالظبط، من نفس الحوار بتاع كيت كات برضو، بس ارخص بكتير من كيت كات. واو 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 على الجمال والحلاوة. ده فعلا صارف ومكلف. بص 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 الحلاوة، بص الجمال بالمكسرات. ده تحفة تحفة تحفة. ده احسن ايس كريم كونز دقته. والمكسرات ايه، بص تغليف ايه، والبسكوت بتاعه بيقرمش مش زي التاني ناعم كده يعني. تخزينه حلو وتقفيله حلو وطعمه حلو وسعره كمان حلو. ده مية مية. ده من فرايداي فولكانو فانيليا وشوكليت. يلا نجرب بقى ده. ام ام اي حاجة بحرف الام تبقى احلى حاجة في الدنيا. يا رب يكون طعمه حلو. ماريو كون، ماريو كون. تعال ندوقه. ده سعره 6 جنيه. سعره 6 جنيه من القناة اتعمل ايه؟ ايه ده ايه ده؟ تخزين. بصوا البسكوت بتاعه متقطع يعني. ايه ده؟ ده منظر، ده نص الايس كريم في البتاع. لا طعمه وحش قوي، وحش قوي. هنشوف بقى برضو شركة فرايداي عاملة عظمة السنة دي بجد يعني. ده كوكيز وكريم، ايس كريم
ايس كريم وكوكيز. تعالوا نجربه مع بعض. كونو بالفانيليا والكوكيز. تعالوا نجربه مع بعض. اوه، ده مليان مكسرات. واو واو اوه لذيذ جدا. من فرايداي خطير خطير يا جدعان، اقسم بالله خطير. كمية مكسرات، ايه ده؟ مش طبيعي، جامد جامد. انا هرشح ده من شركة فرايداي في الكونز. بس ده الخلاصة بتاعت الكونز كله اللي انا دقته النهاردة، وده هقارن في الاخر بقى بين ده وده. واخيرا هنبدأ مع اخر ايس كريم كونز من فرايداي. بصوا شبه كيت كات برضو. بصوا بقى الحلاوة والفخامة، شكله مية مية. تعالوا بقى نفتحهم مع بعض مع بعض. بصوا بصوا، شوفوا الحلاوة يا حلاوة. ده يتحط في بق واحد كده. تعالوا ندوق مع بعض بقى. بسم الله. بس ده كله شوكليت، كله شوكليت، كله شوكليت بجد. ده تحفة، ده تحفة 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 بجد، ده خطير. بصوا ده مية مية جدا، بس كله شوكليت. والبسكوت بتاعه مش عايزه افتحه كله عشان مش هقدر ان انا اكل كل الكميه ديت، فعشان لو حد اكل بعدي ولا حاجه ما يقرفش يعني. بس ده عباره عن شوكليت وفيه مكسرات، حلو برضو، ده حلو قوي. بس انا مبحبش الشوكليت الساده، بحب الشوكليت اللي فيه حليب. في ناس ممكن تكون بتحب الشوكليت كده كامل يعني، فنرشح ده. لكن لو شوكليت حليب، كان اللي قبل ده برضو كان من فرايداي، كان مية مية، كان فوق العظمه. ده سعره 8 جنيه على فكرة. ده في الحقيقة اصلا الكونز بتاعه طويلة كبيرة قوي، مش نفس حجم الايس كريم الكونز العادي، فانا ارشح ده. دلوقتي جينا للفقرة الاخيرة، فقرة الويتش، الساندويتش من فرايداي باللوتس. فرايداي شوكليت وحليب. شركة دولسي شوكليت وحليب برضو او فانيليا. شوكليت وحليب. هنجرب من شركة دولسي، الويتش اللي من شركة دولسي. ده الشكل اللي احنا عارفينه. بصوا كده الشكل اللي احنا عارفينه، والبسكوتة بتاعته مرسوم عليها، شكله حلو، وسعره 6 جنيه بس. تعالوا ندوقه. ده نص شوكليت ونص حليب. تعالوا بقى ندوقه ونشوف البسكوت بتاعه. بسم الله. ده انا اصلا بعشقه. ده من شركة دولسي، تحفة تحفة، ب6 جنيه. جميل قوي يا جدعان، خطير خطير خطير، ب6 جنيه. تعالوا بقى نجرب من فرايداي. شركة فرايداي على فكرة، شركة فرايداي عاملة عظمة السنة دي. تعالوا نجربه. ده كوكيز ويتش، كوكيز ويتش. بصوا بقى، مش راضي يتفتح. ده واو. تعالوا نجرب بقى اخر ويتش معانا من فرايداي، لوتس. باللوتس. لا ده مش لوتس،
ده بيخدعنا، ده بسكويت كراميل، بسكويت كراميل من فرايداي، 6 جنيه برضو. تعالوا نجرب. هو شكله حلو جدا، بس هو ايه، اعتقد ان هو ساح شوية. بس بصوا البسكوتة اصلا مكتوب عليها، شايفين؟ خطير. تعالوا نجربه مع بعض. اصلا الجو ده والوقت ده بتاع الايس كريم. فيلا بينا، بسم الله. حاسه طعمه فيه قرفه، ملوش علاقه بالكراميل